جدا، بس لها معنى كبير قوي في حياتنا اليومية. بنقولها واحنا مبسوطين، وبنقولها واحنا زعلانين، وبنقولها واحنا مسلمينها لربنا. بنقول خلاص لما نتفق، وبنقول خلاص لما بنزهق، وبنقول خلاص لما بنتعب. ويرجع أصل الكلمة اللغة العربية الفصحى، وأصلها الفعل خلص، يعني نجا، انتهى، وصل للنهاية. طبعا احنا كمصريين لازم نحط التاتش بتاعنا، جبنا الفعل وعملناه كلمة فيها كل المشاعر. من خلص خلاها خلاص، يعني ممكن كلمة خلاص تبقى النهاية، وممكن تبقى البداية، ممكن كمان تبقى علامة رضا أو علامة رفض أو علامة استسلام. سبتها والله خلاص. من كتر ما الكلمة قريبة من القلب بقى لها ألف طعم وألف إحساس وألف معنى. كلمة واحدة بس فيها راحة واطمئنان، بالأخص لما نحب نطمن نفسنا نقول إيه، خلاص سيبناها على ربنا، اللي فيه خير ربنا يقدمه. وبكده نكون خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. حكاية بسيطة وخفيفة بس أصلها عربي ومصري. وما تنسوش الشير واللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. استنوني في حلقة جديدة وفي حكاية جديدة من حكايات مصرية مع الشير.